الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحباب الكرام، حياكم الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا مع بعضياتنا مسألة اللي هي مهمة بزاف، واللي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فخصنا ضروري نعرفوا الخلاف قبل ما نعرفوا المسألة نفسها. هذه المسألة تتعلق بالركعتين ديال المصلي أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة، أو أثناء خطبة الخطيب يوم الجمعة. إذن دخلت إلى المسجد ولقيت الإمام يخطب، واش نصلي ولا ما نصليش؟ لا شك أن هذا السؤال داز عندكم واختلفوا فيه الناس بزاف، ناقشوا فيه مع المصلين، لا نصلي لا ما نصليش وغيرها من الأمور. كيفاش أنني نخرج من هذا الخلاف، أو كيفاش خاصني نعرف هذا الخلاف؟ الشافعية والحنابلة عندهم قول، قالوا تحية المسجد من ذوات الأسباب، خاصني ولا بد أنني خاصني نصليها كيفما كان العمل، أي في أي وقت، سواء كان الإمام يخطب أو لا. وعندهم أدلة، عندهم الأدلة، وهذه الأدلة صحيحة وقوية. من هذه الأدلة الحديث ديال سليم الغطفاني رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل وقعت له واحد الواقعة أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. أشنو دار هذا الصحابي؟ بعد دخوله إلى المسجد جلس، أدخل ثم أجلس. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم صلي ركعتين. نوض ودي صلي واحد 2 ركعات ثم اجلس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الصحابة باش أنه يوصل لهم هذه الرسالة كذلك، وقال لهم: إذا دخل أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب فليصلي 2 ركعتين. 2 ركعات خاصنا نصليهم باللي ندخلوا أثناء خطبة الإمام أو أثناء دخولنا إلى المسجد، وليتجوز فيهما، بمعنى أننا نخف فيهما. هنا كيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا خاصنا نصليو 2 ركعتين ونخف فيهما ثم نجلس لاستماع إلى الخطبة. مسألة بينة. هذا في القول الأول. أرى نمشي للقول الثاني، وهو الذي نعمل به نحن المغاربة. خاصنا نحترموا المذهب ديالنا ونبعدوا عن الخلاف، وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنك إذا دخلت إلى المسجد والإمام يخطب فخاصك تجلس ثم تستمع إلى الخطبة. واش كاين شي أدلة في هذا القول ديال الإمام مالك رحمه الله؟ نعم، هناك أدلة صحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
للرجل الذي دخل إلى المسجد متأخرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرآه يتخطى الرقاب، فذاك خطى في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال لهذا الرجل: اجلس مكانك فقد آذيت. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين، وإنما أمره بأن يجلس لأنه آذى الناس، لأنه يتخطى الرقاب. هذا دليل عند المالكية بأن المصلي إذا ذهب إلى المسجد أثناء الخطبة فعليه أن يجلس. منها أدلة أخرى، عندهم كذلك أدلة أخرى، من بينها عمل أهل المدينة اللي هو أصل من الأصول للمذهب المالكي. عمل أهل المدينة والعمل الذي وجده الإمام مالك يعملون به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمله الصحابة ثم التابعون إلى أن جاء الإمام مالك رحمه الله. وكذلك الخطيب حينما يخطب فإنه يعلم الناس ويوعظ الناس ويفتي الناس. إلا احنا مشينا وبدينا كنصليو غتفوتنا معلومة، تفوتنا موعظة، غتفوتنا واحد الفتوى. وكذلك أثناء خطبة الإمام والإنسان يصلي، كيصلي وهو مشوش البال، دائما الفكر ديالو والسماع ديالو له ارتباط مع ما يقوله الخطيب. بالتالي ما كنصليوش في الخاطر ديالنا، ما كنصليوش بواحد الخشوع، ما كنصليوش بواحد الطمأنينة، دائما كنصليو وحنا مشوشين. ما كنستافدوش من هذا الركعتين هذا هو الخلاف اللي وقع بين أهل العلم، وحنا ما ناخذوش بواحد النوع من التشدد، لأن الدين ديالنا دين يسر، دين ديال اللين، وليس دين ديال العسر وديال التشدد باش أنني نرد عليك وانت ترد عليا وكذا وكذا. خاصنا ناخذ الأمور دائما بليونة وبواحد النوع من الهدوء. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.